يا اخوان، كيف حالكم؟ في خبر بدي احكي لكم اياه وحاب اخذ رايكم فيه بالتعليقات ونتناقش مع بعض بهذا الموضوع يعني على التعليقات. الخبر بيقول بانه اكثر من 15,000 اردني مهدد بالبطاله بسبب المقاطعه، وهذا طبعا راجع ل يعني موضوع المقاطعه ومقاطعه الشعب الاردني للعديد من الشركات الاردنيه اللي هي وكلاء العديد من العلامات التجاريه العالميه التي تم الاعلان عن المقاطعه الشعبيه لها. وهذا الخبر اللي بدي احكيه هو بحسب رئيس المرصد العمالي احمد عوض، اللي حكى بانه بسبب الخسائر المتتاليه اللي بتلحق بالشركات الاردنيه وكلاء العلامات التجاريه العالميه سواء بالمطاعم او الشركات الثانيه، أكثر من 15,000 موظف أردني مهددين بالبطالة ومهددين بأنهم يقعدوا ببيوتهم. أنتوا برأيكم شو الحل لهذا الموضوع؟ وشو رأيكم بهيك خبر؟ وكيف ممكن نساعد أو ممكن يعني ال 15,000 هدول المهددين أنهم يقعدوا بالبيوت ما يفقدوا وظائفهم أو يضلوا بوظائفهم يعني من دون ما يخسروا أو من دون ما يكون عليهم أي ضرر؟ بحب أسمع منكم رأيكم في التعليقات.